ندخل بقى على الجزء اللي بيعمل مشاكل وانا مكسوف اقول اللفظ يا راجل. ليه كده بقى؟ يا مساء المانجا على كل المانجوز. في الفيديو ده هنجرب مطعم 5 روسترز. الفكره جات لي ازاي؟ قلت ادخل على طلبات او المنيوز واشوف المطاعم الاعلى تقييما في الفرايد تشيكن او الفراخ المقليه. الصراحه دخلت على الاثنين تهت، يعني دخلت على الابلكيشن اخترت الاعلى تقييم، فلما دوست على الاعلى تقييم لقيت بقى ان الموضوع مش مترتب من فوق لتحت، يعني بادئ بمطعم 4 نجوم وواحد وبعد كده 4 ونص وبعد كده 4 و3 ومفيش حاجه مخصصه للفراخ المقليه، فاضطريت ان انا ادخل على الفراخ المقليه وقعدت ابص عليهم مانيوال ودخلت على كذا واحد تاني لحد ما لقيت 5 روسترز ده 4.5 وده يعتبر تقييم كويس. وبما ان انا ما جربتوش قبل كده فعملت سيرش عليه لقيت ان هو ليه فروع كتير في اسكندريه وفرعين هنا في القاهره، واحد في اكتوبر وواحد في الهرم. طلبنا اوردر محترم من كل حاجه عندهم تقريبا، يلا نتوكل على الله ونبدا بقسم قسم. واكيد قبل ما نعمل ده وزي ما احنا متعودين لازم نصنفر دماغنا ونتاكد انها لسه بخير، فاللي يعرف حل الفزوره دي عرفني. ودي نبدا بالاصناف الجانبيه او السايدز. اول حاجه جايبينها بطاطس بالجبنه، ودي بتكون عباره عن بطاطس كيرلي بالجبنه الشيدر وحاطين عليها من فوق فلفل هالوبينو. انا جايب الوسط منها وسعرها 75 جنيه. ده شكلها اهو، شويه فلفل هالوبينو محترمين، شويه جبنه حلوين، بس البطاطس مش حاسسها ان هي كيرلي، هي بطاطس عاديه. اللي انا فاهمه الكيرلي دي اللي هي بتبقى مزجزجه شويه. جايبين معاها بقى كيس لطيف كده، منديل، كيس وايبس لطيف وجلوفز. احنا يعني مش هنحتاج جلوفز قوي. ادي الشوكه اللي احنا عايزينها. ندوق البطاطس كده لوحدها الاول اهو، بسم الله. الجبنه الشيدر المحطوطه طعمها حلو قوي، بس البطاطس مش افضل حاجه. ندوقها كده مع الهالوبينو. فلفل الهالوبينو طيب شويه، مش حراق قوي قوي، بس الاساس في الموضوع هو اللي مش ظابط اللي هو البطاطس. فبالنسبه لي كده كبدايه البطاطس اللي بالجبنه فاستكها. ندخل على الريزو، وده من اشهر اطباق الرز اللي كلنا بنحبها كبار او صغيرين، واللي بيكون عباره عن رز متبهر بطريقه معينه، عليه قطع فراخ ستريبس مع صوص من فوق بقى بيبقى باربيكيو او على حسب. المهم ان هم حاطين عليه من فوق صوص الباربيكيو وقطع ستريبس، بصراحه كميه لطيفه، وبيديك اختيارين ان انت تختار صوص حار او باربيكيو. انا اخترت، لو انا فاكر صح، اخترت صوص حار. سعر طبق الريزو ده 80 جنيه. هم حاطين صوص كتير وحاطين فراخ بكميه محترمه. الرز بقى اهم حاجه في اللعبه. بسم الله. حلو، ده فراخ الستريبس كميتها حلوه ونظيفه، الرز متبهر تبهيره حلوه، الصوص اللي من فوق ده اللي هو اكتر حاجه بحبها في الريزو ظابطينه جدا. بقى نشوف الصوص الزياده اللي هم باعتينه ده. ده ما طلعش حار ولا حاجه، ده رانش، فقشطه يعني. معانا علبه صوص زياده بس طبعا مش هحطها على الريزو عشان ما ينفعش مع الريزو الرانش. طبق الريزو ده استك. الحاجه الثالثه في المقبلات وهي الناجتس. دول 6 قطع ناجتس بسعر 60 جنيه. تختار معاهم علبه صوص برضو، يا اما حار يا اما باربيكيو، فانا جبت باربيكيو. ورينا بقى الناجتس، يعني قشطه. وحاطط 6 قطع كده، ايه حجمهم مش متناسق قوي، في الكبير وفي الصغير. يعني الناجتس اكتر بتبقى محبوبه يعني للاطفال الصغيره، انا ما عزهاش قوي لان ما بقاش ضامن الفراخ اللي جواها. ده شكل الفراخ من جوه اهو، هي طبعا بتبقى معجون فراخ، ريحه التتبيله واضحه فيها. بسم الله. ناجتس بنفس المفهوم بتاعها، يعني خلطة فراخ جوه بتتبيلة بتبقى عالية شوية، بس ما بتبقاش حاسس بطعم فراخ حقيقية. صوص الباربيكيو بتاعهم حلو. بالنسبة لي بقى الناجتس لا استكة ولا فستكة، جلا. نبدا الملحمه بقى، ندخل على قسم السندوتشات. اول سندوتش معانا اسمه روستر زنجر تركي. ده بيكون عباره عن فراخ زنجر ديك رومي مدخن، عليها اونيون رينجز او حلقات بصل، صوص جبنه شيدر، مايونيز، خس طماطم، وفلفل هالوبينو. تفاصيله كتير قوي السندوتش ده. سعر السنجل منه 115 جنيه والدبل 135. احنا جايبين السنجل. التغليف بتاعهم لطيف، يعني حاجه تحسها يعني بروفيشنال كده، احترافيه. ومن هنا من فوق في 3 حاجات هو معلم على التركي، في مشروم وفي موتزاريلا. طب ما حلو السنجل من شكل حجمه كويس. التغليف عندهم بخير، يعني مغلفينه في ورقه من بره وحاطين كمان ورقه من جوه هنا عشان تمسك بقى ايه وتاكل بيها. المهم الساندوتش نفسه يا روستر، من فوق كده العيش حاطط قطعتين تركي محترمين مع الصوص. في ظهر الساندوتش بقى من تحت حاطط قطعه الفراخ اللي هي الزنجر، حلقه البصل، وبقيه الصوصات مع الهالوبينو مع الدنيا يعني الباقي. انا مش فاكر كنت جايب ده حار، تقريبا كنت جايب الفراخ بتاعته حار. ده شكل قطعه الفراخ اهو. ندوق بقى بسم الله. تتبيله الفراخ حلوه قوي، حراقه قوي قوي، فلفل الهالوبينو مخلي السبايسي فوق السحاب. الصوصات اللي محطوطه عامله ميكس لطيف في السندوتش ده، بس تحذير، اللي ما بيحبش الشطه يبعد عن ده تماما، اللي بيحبها يتبسط. فالروستر زنجر تركي استكه. السندوتش التاني اسمه روسترز مشروم فيليه. ده بيكون بقى الفراخ هنا فيليه او اللي هي البانيه، يعني مش زنجر، المفروض ان هي مش هتبقى ايه اللي هي المقرمشه. بيك تيستي صوص جبنه شيدر، خس، طماطم، وخيار مخلل. هنا معلم لنا اهو على المشروم. ده سندوتش السنجل بتاعه ب 115 بولمان.
ليه كده بقى؟ هو السندوتش اللي فات كان شكله كده ايه فريش اكتر، شكله يفرح يعني. ده كده هنشوف بقى العيش هنا مختلف. حس العيش اللي فات كان فريش اكتر، طازه اكتر. محطوط من فوق بقى المشروم لونه ابيض كده، يعني المفروض المشروم بيبقى لونه زي جراي، معرفش هل في مشروم ابيض، ممكن. قطعه الفراخ، وتحت حاطين الخس وصوص بيك تيستي تاني. بس انا حته الفراخ نفسها هي اللي شكلها بالنسبه لي مش محمس، حاسسها غامقه شويتين يعني. ممكن بقى الغمقان ده تكون قعدت في التتبيله شويه زياده. ندوق بقى الميكس على بعضه، بسم الله. هو وجود البيك تيستي صوص في اي حاجه بيحليه. ميكس الصوصات في الساندوتش ده مع المشروم خلي الساندوتش ده، وانا مكسوف اقول اللفظ بس هو مخليه جوسي. الساندوتش مش ناشف، هيخلص بسرعه منك يعني. والفراخ من جوه بيضه، مش شايف لها مشكله لما فتحناها من جوه. التتبيله بتاعتها حلوه، مش ظاهره قوي بسبب الصوصات بس موجود. الساندوتش ده عجبني ولا لا؟ عجبني، بس الاولاني عجبني اكتر. اطلبه تاني. بالنسبه للمنجوجو لا، ممكن ما اطلبوش. فالمشروم فيليه بالنسبه لي جلا. التويستر، والتويستر طبعا اول ما بنسمع الاسم ده تعرف على طول ان العيش المعمول فيه هو العيش اللي هو التورتيلا او التورتيه. ده بقى بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن قطعتين ستريبس، جبنه، مايونيز، خس، طماطم. ولو انت طالبه اوريجينال بيحط لك خيار مخلل، لو انت طالبه سبايسي بيحط لك هالوبينو. سعره 80 جنيه. حاطط لك من هنا ستيكر بقى ان هو اوريجينال مش سبايسي. انا عايز اشوف شكل المحل ده لان هم مركزين في تفاصيل حلوه يعني، واضح ان هو براند بيشغل على نفسه يعني. شكل الساندوتش اهو، مش هنعرف بقى نفتحه لان هو بيبقى مقفول. تعالى ناكل بقى على طول كده ايه عشان ما نبهدلوش. بسم الله. صوص المايونيز عندهم طعمه مش مميز، او بتعبير اوضح هو مش عاجبني. اللهم لك الحمد. العيش حلو، الفراخ من جوه بيضه تمام، بس انشف من اللي فات. طعم التتبيله فيها أقل. فالتويستر بالنسبه لي عادي، ما فيهوش حاجه قفلتني، بس برضه ما فيهوش حاجه واو. لو انت بتحب العيش ده ممكن يعجبك، لكن بالنسبه لنا جاله. اخر حاجه في قسم السندوتشات، روسترز تشيزي موتزاريلا زنج. قطعه فراخ، صباعين موتزاريلا او 2 موتزاريلا ستيكس، صوص رانش، جبنه، خس، طماطم، وفلفل هالوبينو لان انا جايبه سبايس. ده شكله برده من الحاجات التقيله. سعر السندوتش ده 115 جنيه. هي الاسعار عندهم كلها قريبه من بعض. هنفتح ونشوف. قطعه الفراخ الزنجر عندهم بخير، تبقى مقرمشه قوي وسبايسي قوي قوي. موتزاريلا ستيكس بقى عندهم اهي، تعالوا نشوفها كده من جوه، مليانه جبنه. ناخد قطمه مجمعه. بسم الله. الساندوتش ده هو المعنى الحرفي للدسامه، دسم جدا، تفاصيله كتير قوي، بس طعمه حلو قوي قوي. موتزاريلا مستخدمين نوع كويس، الصوصات مع الزنجر مع السبايسي ميكس على بعضه استك. الزنجر اللي بالموتزاريلا ستيكس استك. ندخل بقى على الجزء اللي بيعمل مشاكل، الفراخ البروست او الفراخ اللي بيبقى فيها عظم. دي وجبه اسمها روسترز ميكس كومبو، قطعتين فراخ بروست، قطعتين ستريبس، بطاطس وعيش، كول سلو، وطبق رز وكولا وصوص. افتكروا الصوص اللي احنا جربناه في الاول خالص ده كان تبع الوجبه؟ في الغالب هو تبع الوجبه. هي سعر الوجبه دي 225 جنيه. هي فيها تفاصيل كتير، فاظن يعني ان السعر ده على التفاصيل دي مقبول. ادي قطعتين بروست، قطعتين كبار، دي واحده ودي التانية. بس هي الفراخ لونها غامق شويه رغم ان انا طالبها عادي مش سبايسي. وقطعتين ستريبس برضو محترمين اهو. نبدا بقى بالايه؟ بالفراخ. ده شكل الفراخ من جوه اهو. الدنيا في اللذيذ يعني. فراخ بيضات، تتبيله واصله لجوه يعني، في كميه تتبيله جوه واضحه. بس الطعم ايه بقى؟ بسم الله. تتبيلتها حلوه قوي. التعليق الوحيد عليها بس هي ليه من بره غامقه شويه كده، ممكن تكون بقى داسوا عليها في القلي شويه. البطاطس بتاعتهم ايه؟ ما اختلفش. دي البطاطس، يعني البطاطس عندهم محتاجه شغل ياما، بعيده قوي. الستريبس بقى، الفراخ نظيفه طعمها حلو، بس لو هتجيب من عندهم ستريبس ضروري ان انت تجيبها سبايسي مش عاديه، لان تتبيله الستريبس عندهم في العادي ضعيفه جدا، يعني تحس ان هي طعمها دلع شويتين. ورينا بقى الكول سلو كده. بسم الله. مش بخلانين في الصوص او المايونيز، طعمها حلو بس مش فريش 100%، في حته كده ناقصه. الرز بقى، والرز ده بقطع الفراخ. يا راجل ده الرز حاطين جواه قطع فراخ، تحسها فراخ مشويه كده. هو اي نعم كميه مش كبيره، بس هي بالنسبه لي حاجه مفاجاه يعني، حاجه فوق البيعه كده. بسم الله. بيعرفوا يبهروا الرز هم. تبهيره الرز وطعمه حلو قوي. الفراخ اللي هي المشويه اللي جوه الرز دي ناشفه وتتبيلتها مش قد كده. حاطين الكولا بقى اللي هي ماكسي كولا، شيء لطيف ويحترم. الوجبه دي على بعضها سعر ومكونات وتفاصيل الدنيا في اللطيف قوي، فالوجبه دي استكها. بس ظبطوا البطاطس شويه وكده الوجبات خلصت. هم ما عندهمش فرايتي او تفاصيل كتير في الوجبات، هم عندهم يا اما فراخ بروست يا اما ستريبس، مشكلين بقى في الاوفرز او في العروض، لكن ما عندهمش نوع فراخ تاني غير اللي احنا جربناه. فكده هندخل على القسم الحلو، كاب لوتس. انا طلبت من عندهم كاب مانجو، قلنا نتحيز بقى، بس كلموني قالوا لي ان هو مش موجود، وقال لي ممكن تاخد بداله كاب لوتس سعره 45 جنيه. ده شكل الكاب اهو، من فوق لوتس، صوص لوتس ومقطعين عليه بسكوت تقريبا بقى. هنا ايه؟ شوكولاته كيك، شوكولاته تاني. شكله مشهي وريحته حلوه، بس طعمه ايه بقى؟ ناخد كده ايه شوكه جايبه كله في بعض. بسم الله. ده حلو قوي الكلام ده. هم حاطين لك لوتس بوفر، طبقه الكيك اللي جوه خطيره
خطيره. جايبين خامه لوتس محترمه قوي، وطبقه كريمه الشوكولاته دي على الرايق برضه. فكاب اللوتس ده كله على بعضه كده ميكس وشكل وحجم وطعم استك الاستك. وبس كده، دي كانت النتيجه النهائيه لمطعم 5 روسترز او الديوك الخمسه. عرفنا ايه اللي عنده حلو وايه اللي فاستك نو وايه الحاجات اللي مش ذوق المانجو. اجمالا المطعم كويس وشغال على نفسه، في شويه حاجات محتاجه تتظبط، ظبطوها وحافظ على المستوى. بالتوفيق يا ديوك. اما بالنسبه للمانجوز بقى، لو عندهم اي فكره او اي حاجه عايزين مانجو يجربها، ابعتوا لي او اكتبوا لي ده في الكومنتات، احنا بعون الله نجيبها ونجربها. واخيرا لكل المانجوز، سي يو.